حرب على جروس، دبطش، دعمه، ما بيشوفش، بيتهته، زهايمر. خلوا الراجل يشتغل ازاي في وضع زي ده؟ واخد بال حضرتك؟ وللاسف ناس بيساعدوهم وناس بيقابلوهم وناس يقعدوا معاهم من جوه النادي. هو طبعا خلي بالك كل كلمه انا عايز كل ده جوه النادي. عايز اقول لك يعني كل ده بس ليه؟ طبعا ما ده عايز اقول مسؤول. لك كل ده كل ليه؟ كلمه بيقولها لك ده راجل بيحصل ده مسؤول. من جوه النادي. عايز اقول لك ده ليه بقى؟ عشان الناس تحترم نفسها. موسم جديد بقى، جبنا راجل مدير رياضي بسيستم هيشتغل مع رئيس النادي مشرف ومعاه نائب الرئيس مشرف ومستقلين بالفريق وبيجيبوا لعيبه. ساند بقى، ساند ووقف في ظهره عشان ايه؟ ربنا يكرم. لكن النهارده ايه؟ انت بتكلم مين؟ بتقول لي مين الكلام ده؟ الناس كتير، ما كله فاهم كل واحد. لا، ما في كشف حساب. بص انت عندك انت ايه، بص انت جاي مجلس اداره، يعني دي بره انها محلل. وانتوا يعني جايين تشتغلوا ولا تصفوا حسابات؟ انا ما بصفش حسابات. مين اللي ده دي يا ابني؟ في ناس مش فاهمه. في ناس مفتحه في وسط عمي. ما ده دوركم برضه يا كابتن احمد. في ناس مفتحه يا سياده اللواء، في وسط عمي. ده دوركم ان انتوا لما تيجي انت الكلام انت بتقوله ده، ايه المشكله لما تعمل مؤتمر صحفي وتتكلموا في القصه دي وتشرحوا للناس الكونسيبت بتاع شركه الكوره دخلت نادي الزمالك؟ لان في ناس كتير جدا ما كانتش عارفه الهدف ايه او الدنيا ماشيه ازاي. منهم كابتن طارق يحيى. انا ما اعترضتش على جون. ايوه، انا اعترضت على تفريغ النادي من المجموعه الاداريه اللي موجوده.